بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام، متابعي قناة نيت دوتري. مع أخوكم منير الفلكي. أولا أعتذر عن طول غياب بسبب بعض الظروف الخاصة، كذلك كنت أحاول إعداد مكان التصوير وما إلى ذلك. لا زلت لم أنتهي، لكن قلت سأسجل معكم هذا المقطع ليكون كبداية لمقاطع الفيديو العلمية التي تتعلق بمجال علم الفلك، علم النفس، علم الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة وغيرها. أولا في هذا المقطع نتحدث عن بداية نشوء الكون، كيف بدأ الخلق. من الناحية القرآنية ذكر الله عز وجل في مجموعة من الآيات القرآنية أن السماوات والأرض إنشاؤهم كان في 6 أيام. القرآن الكريم أيضا ذكر مسألة فسرها العلم الحديث بأنها ذلك الانفجار الكبير. أن الله تعالى قال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ذلك في سورة الأنبياء الآية 30. ذلك الرتق الذي ذكر في القرآن الكريم فسره عدد من العلماء بأنه هو الانفجار الكبير، أو الذي يعرف باللغة الإنجليزية بالبيج بانج. هذا الانفجار الكبير يقول أهل العلم أنه الكون كان على شكل كرة متماسكة من الهيدروجين وبعض المواد الأخرى المتفجرة، فحدث ذلك الرتق. الانفجار الكبير هو منه أو من خلاله بدأ تكون هذا الكون الواسع الذي نشاهده. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي بعض الروايات ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. فكان من جملة أول ما خلق الله عز وجل هو القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. ففي بعض الروايات جاء أنه فجر القلم بذلك، القلم كتب هذه المقادير بتقدير من الله عز وجل لكل ما سيحدث في هذا العالم الذي نعيش فيه. كانت هذه لمحة حول موضوع بداية نشوء الكون، كيف بدأ هذا العالم الذي نعيش فيه. العلماء يقدرون هذا العالم بتقريبا حوالي 13.7 مليار سنة من بداية نشوء الكون. كيف يتم حساب ذلك؟ كأنه قاموا بعملية استقراء عكسي للزمن لهذه الأجرام المتشكلة في الكون. كأنهم قاموا باستقراء عكسي، الكون انفجر، فهم قاموا بذلك الاستقراء العكسي، كأنهم رجعوا بالتدرج إلى الوراء حتى وصلوا إلى لحظة الانفجار. وكان هذا المقطع كما قلت مجرد بداية لهذه المقاطع العلمية، وسيكون كذلك مقاطع للرد عن الملحدين وعلى أفكارهم، ومجموعة من المقاطع التي إن شاء الله أرجو أن تنال إعجابكم. إذن إخواني، إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذا المقطع. تحياتي لكم، ألقاكم في مقاطع فيديو أخرى إن شاء الله، ودمتم في أمان الله وحفظه.